السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في مطبخ اميره. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه ديال الخرينكو اللي كيعجب الدراري الصغار وكيعجب حتى الكبار بطريقه بسيطه وسهله وما فيش بزاف ديال المكونات. غادي نحتاجوا ليه عندنا هنا 2 كيسان ديال الكيك الفورس النوعيه الممتازه، و2 كيسان ديال الماء عادي، خص يكون قد الماء قد دقيق الفورس. عندي هنا معلقه صغيره ديال الفاني، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، و2 معالق ديال الزبده، شويه الملحه، والبيض عندنا من 2 بيضات حتى 3 البيضات. غادي منين ان شاء الله نديرو الخليط نشوفوا واش غادي يحتاج 3 او 2. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو بسم الله. اول حاجه غادي ناخذ واحد الرشه ديال الملح، هي الاولى. عندي هنايا الماء من الروبيني عادي. غادي نضيف ليه هنا عندي معلقه كبيره ديال السكر سنيده، حيت من بعد غادي نفندوه في السكر كلاصي ولا سكر سنيده. صافي عندي هنا 2 معالق ديال الزبده، وعندي معلقه ديال الفاني. نبداو بسم الله. غادي نحط هذا الخليط هذا فوق البوطه حتى كتذوب ديك الزبده والسنيده مزيان. دابا من بعد ما بدا كيغلي هذاك الماء والزبده والسكر اللي درنا والفاني والملحه، دابا غادي نبدا نضيف ديك الفورس غير بشويه بشويه وانا كنحرك. العافيه خصها تكون مهيله، يعني خصكم تنقصوا العافيه ما تخليوهاش مجهده. غادي نضيف الكاس الثاني هادشي هذا. صافي كتخلطوا مزيان حتى كتبان لكم التكورات، يعني تجمعات. كيبان لكم هذا الخليط تجمع، ولكن ما خصوش يبقى كيلصق في الاناء اللي كتخدموا فيه. تبقاو تخلطوا مزيان حتى كتحسوا بهذا الدقيق هذا مابقاش كيلصق يعني وكيتبدل اللون ديالو. غادي نخليه مازال شويه فوق البوطه. العافيه دائما كتكون مهيله باش ما كيتحركش لكم الطحين. صافي دابا من بعد ما تجمعات عندي هذيك العجينه، ها نتوما كيفاش كيولي الشكل ديالها، يعني ما كتبقاش تلصق في الكاسرونه. غادي نتسنى عليها دابا حتى تبرد. غادي ننزل دابا هذا الخليط هذا، غادي ننزلوه هنايا في هذه الزلافه هذه بسم الله. صافي غادي نستنى عليه حتى يبرد مزيان. صافي دابا بدات كتبرد العجينه. نقدروا القياس اللي تقدروا تحطوا فيها يديكم، يعني ما ديروا تخليوهاش سخونه وتحطوا يديكم باش ما تحرقوش. كتدلكوها مزيان، ضروري كتدلكوها، كتبغي تدليك مزيان باش كتجي زوينه. انا غادي نحطها دابا فوق الرخامه وغادي ندلكها لان الزلافه ما دلكاتهاش ليا مزيان. صافي غادي ننزلها دابا هنايا فوق الرخامه وغادي ندلكها مزيان. خصها تدلك مزيان باش كيجي زوين، كيجي خفيف، كيجي من الداخل ما يجيش مدقص من الداخل، يجي زوين. كتدلكوها بحال اللي كتدلكوا العجينه عاديه حتى كتحسوا بها ولا طرطبه تحت يديكم. ولا بغيتو ديروها في العجانه تقدروا ديروها في العجانه. انا عندي غير كميه قليله يعني ما غاديش تجيني في العجانه، يعني كيجي ساهل وبسيط. وجدوه في العشيه الوليدات كيعجبهم بزاف. صافي دابا من بعد ما دلكات العجينه ها نتوما كيفاش كيولي الشكل ديالها زوين. دابا عاد ممكن نديرو فيها البيض، كتولي رطبه بزاف، كتولي زوينه. غادي ناخذ دابا 2 بيضات. انا دابا ضفت 2 بيضات، ولكن هاد الثالثه ما غاديش نضيفها حتى نشوف القوام ديال العجينه، نجربوا في لابوش ونشوفوا كيفاش غادي يكون. الا احتاجيتها غادي نزيدها، الا ما احتاجيتهاش يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق. غادي نخلط دابا ان شاء الله بالطراب الكهربائي بسم الله. هانتوما انا راه حيدت الطراب ودرتها غير بيدي، حيت بزاف ديال الناس ما كيتوفرش عندهم الطراب، يعني غادي يقول لك لا راه ما عندناش الطراب كيفاش غنديروا. راه حتى بالايد يعني كيدخل داك البيض مزيان، غير كتبقى تدلكوها مزيان حتى كيدخل بشويه بشويه. هانتوما باقي مازال خاصه هذيك البيضه، غادي نزيد فيها بيضه واحده
يعني الطراب راه ماشي ضروري، غير الا بغيتو تسهلوا عليكم شويه الخدمه يعني كديروها بالطراب. غادي نعاود ندخل مزيان هاد البيضه هادي. راه كتبان لكم العجينه هانتوما كتقطع يعني تفرتات كلها، ولكن ملي كتبقاو تدلكوها راه كيدخل داك البيض وكيعود القوام ديالها كيولي زوين. صافي دابا دخلت فيها داك البيض مزيان. الا كان عندكم البيض صغير تقدروا ديروا حتى ل4 البيضات، الا كان كبير غديروا غير 3 كيف ما وريتكم. القياس اللي درت انايا راه هي هذيك، جاني القوام ديالها مزيان. صافي راه دخلت هذاك البيض غير بيدي بلا طراب بلا حتى شي حاجه، يعني باش ما يلقاوش بزاف ديال العيالات شي صعوبه. تصايبوها للوليدات كتعجبهم، خصوصا دابا ملي كيبداو جايين من المدرسه كيبغيو بحال هذا الشيء. هانتوما العجينه كيفاش كتكون كتلصق. هذاك البوق او البوش اللي عندكم اللي متوفر حتى بالبوق ديال اليد يعني كيصدق. وغادي نوجد ان شاء الله الزيت فاش غادي نقلي ونعاودو نتلاقاو. صافي كتاخذوا واحد البوش بحال هكا كديروا فيه واحد البوق، يعني القياس اللي بغيتوه كبير ولا صغير. وإلا ما عندكمش هاد البوش هذا كديروا غير هاد البوق هذا الراس هذا. صافي وكتبداو تخرجوا، كتحطوا يديكم في الزيت وكتهزوا بشويه وكتخرجوا كتحطوا في واحد يعني في واحد الصينيه ولا واحد البلاطو حتى كتكملوا عاد كتبداو طيب. المهم دابا انا درت الزيت كيسخن وغادي نعمر هاد البوش هذا. غادي نعمرو، ما تعمروش بزاف باش ما يغلبش عليكم، ديروا فيه غير القياس وتبقاو بشويه بشويه حتى تكملوا. صافي دابا راه درت المقله ديال الزيت، درتو كيسخن، يعني كتاخذوا غير شي مقله تكون مجموعه تكون صغيره باش ما تضيعش لكم الزيت بزاف، وكتكون شويه ثقيله باش ما يتشوطش، باش يطيب مزيان يطيب على خاطر. غادي نبدا دابا ان شاء الله. غادي ناخذ هذا البوش هذا، يعني ملي كيسخن الزيت ضروري تنقصوا عافيه مهيله. انا غادي نقص مازال باش كيجي الطياب ديالو كيجي زوين. الا عندكم هذيك الماكينه ديال الكفته، ديك الماكينه اليدويه يعني قديمه ديال زمان، حتى هي كيخرجوا بها. هذيك هي باش كيخدم بها يعني مسفنج باش كيصايبوا بها كتجي زوينه. نبداو بسم الله. كتحاولوا تجيو عند هذيك الدائره وكتقطعوا بواحد المقيس. انا غادي نجيب دابا نقص باش غادي نبدا نقطع. انا غادي نديرو شويه كبير، ما غاديش نديرو صغير. كتاخذوا واحد المقص ديال المطبخ وانتم الشكل ديالو كيفاش كيجي. بغيتو ديروه صغير تقدروا ديروه صغير، انا دابا راه كنكبر شويه. نتوما الا بغيتو ديروه صغير تقدروا ديروه. غادي نهبطها غير هكا بالفورشيط باش نبقى ضاغطه عليها باش ما تحلش، حيت هذيك اللولين درتهم يعني تحلوا شويه. غادي نضغط على بهذه الطريقه هذه بالفورشيط باش كيدخل داك الرويس وسط العجينه، كتدخل وسط العجينه يعني ما كتحلش. حيت انا درت هاد اللولين كيف ما كتشوفوا معايا يعني كيتحلوا وسط من الزيت. صافي جربت هاد الطريقه راه جاتني زوينه. غادي نكمل هادو نحيدهم، عاد غادي نبدا داكشي الاخر. حيت هادو قطعتهم بالمقص يعني وتحلت العجينه، حيت ما خدمتهاش. يعني تقدروا تخدموها عاد كتبداو تهزوا تحطوا. انا بغيت نختصر زعما درت من البوش ديريكت للمقله وتحلات ماشي مشكل. حتى الشكل ديالها هكا جا زوين. تسناو عليها حتى تحمر من هذاك الوجه هذا كتديروها. انا غادي نعاود مازال واحده اخرى بين ما طابوا لي هادو. صافي كتاخذوا هاد العجينه هذه يعني القياس اللي بغيتو ديروه بغيتو ديروه صغير ولا كبير. صافي كتضغطوا عليها بالفورشيط هادشي. هانتوما الشكل ديالو كيفاش كيجي.
كيجي زوين وكيجي خفيف من الداخل، يعني ما كيجيش شارب الزيت نهائيا. جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم، غادي تشوفوا النتيجه كيفاش كيجي. هانتوما النتيجه كيفاش كيجي. انا ان شاء الله غادي نبقى مستمره حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي كامله، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الطريقه ديال الزين كيفاش تقدروا تزينوا. هانتوما الشكل ديالو كيفاش كيجي تبارك الله زوين ومقرمش. انا درتو كبير بزاف، المهم نتوما تقدروا تصغروه اكثر من هكا. غادي ندوزو دابا في السكر سنيده، ولا بغيتو ديروا الشوكولات الوليدات اللي يعجبهم الشوكولات تقدروا ديروا لهم الشوكولات، كيجي تبارك الله زوين. ناخذ واحد شويه ديال السنيده هنا، صافي وكدوزوه هكا. بالنسبه للسكر اللي لداخل يعني راه الحلاوه هي هذيك مع هاد السنيده اللي غتكون الفوق، يعني ما غاديش يجيكم حلو بزاف، ما تخافوش منه. القياس درتو هو هذاك. هانتوما الشكل ديالو كيفاش كيجي خاوي من الداخل، ما كيجيش مدقص وما كيجيش شارب الزيت. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. غادي نكملوا ان شاء الله دابا في التزيين ونعاودوا نتلاقاو باش نشوفوه في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال الخرينكو ديالنا. نتمنى ان شاء الله تجربوه، راه زوين وغادي يعجبكم وغادي يعجب الوليدات ان شاء الله. ما فيهش الزيت، خاوي من الداخل، يعني ما شاربش بزاف ديال الزيت وما كيهش داك الزيت اللي كديروه في المقله، كيبقى هو يعني ما كياخذش واحد الكميه ديال الزيت كثيره، وكيجي ناشف وزوين. وكنتمنى ان شاء الله كاع البنات يتجربوه لوليداتكم. هانتوما هادوك اللي بقاو بلا سكر من الداخل كيفاش كيجي خاوي من الداخل وما فيهش الزيت نهائيا، يعني ما شاربش الزيت، كيجي مهوي من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا، يعني ناشف، ماشي بحال اللي كناخذوا يعني من الزنقه كيكون فيه الزيت بزاف، كتكون فيه واحد الكميه ديال الزيت كثيره. هذا زوين ناشف وخاوي من الداخل ومقرمش من برا. نتمنى ان شاء الله تجربوه لوليداتكم وينال اعجابكم، وبالصحه والراحه.